وحد الدايم، الحاضر يعلم الغايب، الشيف يوسف ومقلية التفال اتحدوا سويا لتحضير وطهي الأطباق التي انتم طلبتوها. اصحى يا نايم. صحيتني، يلا تفضل. صحينا، تفضل. شيف يوسف يلا. أنا مسحراتي. أحلى مسحرات. تحدي اليوم تحدي صيني. المقلاية وانا حنروح للصين باكلة صينية، عادة بيعملوها في المقلاية الصينية الووك. حنشوف انه نقدر نعملها كمان في المقلاية حق التيفال وما حتلصق. عندنا مكونات الصينية بيستخدموا المشروم والفلفل والجنزبيل. المشروم اللي هو الفطر، ممكن نستخدم اي نوع من الفطر اللي موجود، فطر بني، في الفطر الابيض. عندي هنا برضه فطر مجفف. حوريكم اذا اشتريتوا الفطر المجفف ضروري تحطوا عليها، نبى نرجع الحياة فيها. نجيب شوية موية مغلية، نحط عليها شوية موية، وكمان حضيف عليها عشان ندي نكهة، حضيف عليها شوية من مرقة الدجاج حقتنا. هاي أكلة صينية. هاي أكلة صينية. هذه حخليها على جنب لما نخلص. حنبدأ أول شيء مع إنه في بصل وثوم. أول شيء البصل والثوم والدجاج. الدجاج كل ما قطعناه أصغر كل ما طبخ أسرع، فإذا مستعجلين قطعوه صغير يعني حينطبخ معاكم سريع. حضيف البصل. بصل بنحرك البصل. نحرك البصل. سؤال شيف، قول لي. هاي الأكلة إذا واحد عيونه مبرمين مبرومين هيك بيقدر ياكلها؟ أكيد بياكلها. مش بالضرورة يكون عيونه. لا مش ضروري. لا مش ضروري. مش بالضرورة، بس ممكن بعد ما تاكلها تصير عيونك هيك. حضيف عليها كمان جنزبيل. هاي أكيد بياكلها جاكي شان. أكيد بياكلها، بتقويه. بخلي الواحد يحكي صيني. هاي طناجر بتنطق في بعض. طن طن. حنضيف الدجاج. ممكن نعملها كمان بلحمه اذا حبيتوا، لحمه بقره وغنم. هم عاده يعملوها بالدجاج. دجاج صيني؟ دجاج صيني. رحت الصين وجبته. في فرق بين الدجاج الصيني والدجاج العربي؟ ايه عيونه هيك. عندي هنا رز بني. حتشوفوني بستخدم الرز البني اكثر لانه عندي في البيت مع اولادي وبنتين الصغار بنستخدم رز بني او المكرونه البنيه، لانه الفوائد فيها اكثر والالياف فيها اكثر. لانه الابيض شالوا منها، الابيض هو اصلا بني كان، شالوا منها طبقتين من الالياف وصار ابيض، فما بتستفيد منه. فنستخدم البني احسن، ما حيغير كثير من الطعم يعني. فانت في البيت عندك تغير بني خلاص، وعيش بني كمان. انا بس حسيت انه الدجاج الصيني بصيح هيك. ايه لانه صيني. حقطع عندي زي ما قلت. حنستخدم الفطر. طبعا ما نبي نقطعه مره صغير لانه يستوي بسرعه. وما بأثر يعني اذا ما كان صيني الفطر؟ اكيد لا. نجيب صيني، سعودي، امريكي، ما بتفرق. وبس ناكل هيدي الاكله قول لي. بنصير نعرف ضحكني. بنصير نعرف نلعب كاراتيه. نشوف بعد ما ناكل، انا وانت نتضارب ونشوف. هلا بنشوف. حضيف برضه فلفل رومي. هذا الفلفل كمان صيني؟ لا ما لقيت صيني. بس عم بسأل. عم بسأل. ايه لا ضروري. انت بتحب افلام جاكي شان؟ بموت في افلام جاكي شان. اي شيء كاراتيه بحبه. نخلطها. طبعا عندي هنا كمان الصويا صوص. نحاول اذا حنشتري صويا صوص نشتري صويا صوص لايت عشان يكون فيه له الملح قليل، وما نضيف ملح كثير للطبخه لانه هذا حيملحها.
عاده في الصين بيضيفوا الصويا صوص بدل الملح، ما يضيفوا ملح في اكلاتهم، يضيفوا بس الصويا صوص تقريبا 4 ملاعق صويا صوص صيني. حس حالي عم بلعب كاراتيه من هلا من الريحه. ايه بنتي تلعب كاراتيه. والله. دفاع عن النفس. نخلطها. حضيف كمان عندي هنا البصل الاخضر. مره انا اكلت اكل صيني خس حاطين جزر، كل شيء انواع خضره محطوط بقلبها. وتشوفهم هم يعني الصينيين بياكلوا رز كثير، بس تشوفهم انهم يعني نحيفين وضعاف لانه بياكلوا خضار كثير، فاكلهم فيه خضار ويعني بيتمارسوا رياضه، بيمشوا كاراتيه، تايكوندو، فيعني ما نقول ما ناكل رز، بس نتاكد انه كمان نسوي رياضه عشان الرز اللي اكلناه يطير. يعني الاكل الصيني صحي؟ ايه صحي، ما في زي ما شفت ما في له شيء، هم بيضيفوا جزء زي ما قلت جزر، وبيضيفوا كل الخضار الموجوده بيضيفوها في اكلهم، فحتشوف انها صحيه، والرز ياكلوه بكميه صغيره يعني ما ياكل كميات كبيره، فاحنا نحاول نسوي نفس الشيء. هنا ما حنستخدم المرقه، حناخذ بس الفطر، وزي ما شفنا كان قاسي في البدايه صار لين دحين مع المويه الحاره ومرقه الدجاج. ممكن كمان نستخدم ملعقه واحده من المرقه. زي ما دائما بوريك ما بتلزق. كم دقيقه صارت؟ كم دقيقه صارت على السريع؟ شيء 4 دقائق 5 دقائق. اكثر شيء حياخذ وقت زي ما ده الرز تقريبا 30 دقيقه، سلقناه قبل. اذا عندكم رز في الثلاجه باقي استخدموه. ممكن نستخدم النودلز او الشعريه الاسيويه برضه، ممكن نحطها في الخلطه على حسب. ممكن ناكلها بس كده. النباتيين ممكن يشيلوا الدجاج يحطوا خضار اكثر ويعملوا نفس الطبخه، راح تزبط معاهم. يعني بس ياكلوا كميه كبيره من الاكل الصيني هاي كله بلا الرز عيونهم رح يصيروا مشطوبين ذبح. بنشوف. انت كل هاي بنشوف عيونك كيف بتصير. هاي بس بتكفي؟ ما بتكفي. زود. حنجيب الصحن. عندي هنا كمان البصل الاخضر، استخدمت الابيض منه في الطبخه، والاخضر ححطه كزينه على الصحن. وهذا الصحن صيني؟ هيدا؟ لا فرنساوي. حنجيب الرز، حنوري انه نقدر كمان انه شكل الصحن نغيره شويه، انه نعمل الرز بدل ما يكون صحن كبير نجيب كاسه صغيره نحط فيها الرز. بس هيك صغيره ما بتشبع. جيعان انت، كل يوم جيعان. ما بتفطر بالبيت ها؟ هاي ما بتشبع؟ صغيره هالقد، شموا للذوق. شكلا حلو. نقلبها. نتأكد انه الدجاج استوى، طبعا نقدر نتأكد انه الدجاج استوى، ناخذ حبة ونقسمها، اذا كانت بيضة من جوا ما هي حمراء خلاص استوت. وبتتاكل بالملعقة يما بالشوكة يما بالقضبان بالخشبة. اوكي. احنا دائما عادة في المطاعم عشان ننظف الصحون، لانه الزبون ما يبغى الصحون تيجي وسخة، ففي البيت ممكن كمان ننظفها. بدك تقول هيك لمرتي. بتسمعنا هلا. ناخذ شوية من البصل الاخضر. البصل الاخضر. وزي ما شفنا تحدي اليوم كان الدجاج الصيني، عملناه بكل سهولة وما لصق، واكيد انا متاكد انه حتعجبكم هذه الوصفه، وانت حتعجبك، حتيجي تذوق ونشوف عيونك كيف تصير. تابعونا في الحلقه الجايه، تحدي جديد في الرجل مقلاة تيفال. شباب يا اهالي المدينه الكرام، ودي كانت وصفتنا اليوم يلي حضر لنا اياها الشيف يوسف ومقلاية تفال. واللي عايز وصفتنا اليوم
يتابعنا على الفيسبوك والتويتر. يا أهالي المدينة الكرام،